عايز تخترق نظام من غير اكواد ببرنامج؟ طب عايز تحمي نفسك من اي اتاك ياخد منك الداتا بتاعتك؟ وايه هو اقوى فاير وول يقدر يحمي الشبكه بتاعتك من الهاك ومن السباي؟ لو عايز تعرف كل المعلومات دي يبقى انت في المكان الصح. واللي ما شافش الاجزاء اللي فاتت من مستر هيل اكيد مش هيفهم القصه. لينك الاجزاء يكون تحت الفيديو. والقصه النهارده فيها مسابقه عباره عن غلطه قلتها في القصه، اللي يعرف الحل بتاعها يكتب كومنتين ورا بعض بنفس الحل، واللي هيقول الحل الصح هياخد من قناه الخوف هديه. ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك، مش هتخسر حاجه، بالعكس هتستفاد. يلا بينا. وقدامي كان صحراء ما كنتش عارف اروح فين. فضلت ماشي فيها لحد ما وقعت اغمى عليا من التعب، وبعد شويه فقت لقيت نفسي راكب جمل وناس ماشيين بيا، وقلت لهم ايه ده؟ هو انا فين؟ قالوا لي وفر طاقتك. وفعلا فضلت ساكت لحد ما وصلت للمخيم بتاعهم، وهناك فوقوني ولقيت في ست جابت ورق شجر وبقت تطحنه قصادي وحطت عليه شويه اعشاب بقت تحط على وشي. وعايز اقول لكم ان وشي كان بيحرقني جدا من الخلطه دي. قلت لها انت بتعملي ايه؟ قالت لي وشك كله حروق من الشمس وده هيريحك. وقلت لها استني بس، هو انا فين؟ قالت لي في الحفظ والصون، وجابت لي اكل وميه وقالت لي شويه وشيخ القبيله جاي. وبعد نص ساعه لقيت شيخ القبيله جه وقال لي ايه حكايتك؟ ايه اللي رماك في الصحراء؟ انت مين؟ وطبعا قلت اقول له اي كلام، وقلت له دي قصه طويله. قصه طويله يا شيخ؟ قال لي حتى لو طويله احكيها. وقلت له احكيها؟ كان في عصابه بتطاردني عايز تاخد كل اعضائي. قال له دي اسمها ايه؟ وقلت له اسمها الخوف. وكنت بقول له اي كلام عشان يسكت. قال لي الخوف؟ اول مره اسمع عنها. قلت له تسمع عنها؟ انت تسمع عنها ليه اصلا؟ قال عشان انا في المجال من 2010. قلت له مجال ايه لا مؤاخذه؟ قال لي تجاره الاعضاء. قلت له ايه؟ ازاي؟ ولقيت الناس جم كتفوا ايدي حلف خلاف من ورا وقالوا للشيخ احنا طلبنا الدكتور وجاي عشان نعمل له التحليل اللازم وياكد علينا في الاعضاء بتاعته كويسه ولا مش كويسه. قلت له لا اهدى يا عم، انا تاريخ في الحوارات دي، مش عايزك تتسرع. قال لي والله انت هديه من عند ربنا. قلت له وعد الله انا نكبه، اسمع مني. قال لي يلا انا ماشي، والدكتور اشرف لما يجي طمنوني. وقلت له يا عم والله انت فاهم غلط، انا كنت بضرب كوك. قال لي هنشوف، لو فيك طحال شغال هنبيعه. وببص لقيت في عربيتين جيب جايين علينا. قلت ايه ده؟ هم مين دول؟ لقيت نزل منهم هيل وسولو وامجد، وكل واحد منهم معاه سلاح. امجد اول ما نزل قعد ينادي على فيفي انت فين؟ انت فين يا فيفي؟ وساعتها فهمت ان فيفي كان معاها قطعه GPS وهم جم عليها، واكيد السلسله اللي انا لابسها اللي خدتها ذكرى منها لما موتها. امجد شافني وقال ايه ده؟ ايه اللي جابه هنا؟ جه الاعضاء وجه شيخ القبيله. انتوا مين؟ وايه السلاح اللي معاكوا ده؟ مستر هيل قال له احنا عايزين البنت اللي معاه، مش عايزينه هو. قال لهم مفيش بنات هنا، مفيش غيره بس. امجد قال له لا البنت موجوده انا متاكد. ساعتها قعدت اضحك جامد وبهستيريا، ده مجنون، ده مش طبيعي، هو بيضحك كده ليه؟ ايه ده؟ وماله بيتكتف كده ليه؟ هو في ايه؟ بتضحك ليه؟ فيفي ما حدش يعرف مكانها غيري، والسلسله اللي فيها GPS اديتها لي ذكرى. ولقيت امجد ضربني برجله في وشي. بصيت لامجد وقلت له الحساب يجمع. شيخ القبيله قال لامجد اهدى بس، وانت جاي من السيرك ولا ايه؟ وكان يقصد هيل. اتكلم عدل، شيل البتاع اللي على وشك ده واعدل صوتك عشان نعرف نتكلم. انت بتتكلم كده ليه؟ يا شيخنا ما يشغلكش الموضوع ده، ولا القناع ولا صوته، واعمل حسابك احنا هناخد هاني عشان هو اللي هيدلنا على البنت. قال ما ينفعش، الشاب ده هديه من عند ربنا وهنبيع اعضاء. في وقت تاني انا وانتوا عشان يدلنا على البنت واجيبوا لك ورا بعض. بص يا شيخ، قصدي احنا مش هنسيبه. وهنا حصل مشادات ما بين شيخ القبيله ومستر هيل، وامجد سخن وضرب واحد طلقه، وشيخ القبيله نادى الرجاله يا رجال يا رجال، وجم كلهم وكان معاهم سلاح وابتدى ضرب النار. وانا في الوقت ده بقيت اسعف عشان اهرب. لقيت سولو جاي بيجرني من رجلي وقلت له اخلص وفك ايدي عشان نهرب. لا مش هعمل كده، انت ما تضمنش، اخلص هنموت يا غبي. واول ما فكني اديته بالنص ووقع وخدت منه السلاح. قلت له انت كنت صح، انا ما اضمنش، لو اتحركت هفرفرك. انا اتحرك؟ والله ما اتحرك، ازاي اكسر كلامك يا ملك؟ وفعلا ما اتحركش، وفضلت اتسحب لحد ما لقيت حصان ركبت وجريت بيه، وكان الضرب لسه شغال، وكل اللي طلعت بيه السلاح والحصان. وانا بجري رميت السلسله، ببص ورايا لقيت هيل جاي بعربيه جيب، وقلت ايه هو مفيش فايده فيك؟ انت هيل سمعت رواح ولا ايه؟ والحصان مهما كان سريع فعزم العربيه اكتر وبدا يقرب مني. يقول لي فين فيفي؟ ولا فين فيفي؟ قلت له مالكش فيه. انا اللي عايز فيفي بقول لك. قلت له ماتت يا بطل، وضربت كاوتش على العربيه طلقه، العربيه اتقلبت بهيل وانا جريت بالحصان. ما كنتش عارف اروح فين لحد ما وصلت للطريق وسبت الحصان واستاذنت عربيه تنزلني في اي حته عمار ومنها اطلع القاهره. ووصلت القاهره وقلت المواضيع معايا عماله تعك ليه، وكل مره بغرق اكتر
انا لازم اشوف هعمل ايه واشوف حل نهائي. انا ملك الخوف. وفجاه الباب خبط، فتحت وقلت ازاي؟ لقيت البدويه اللي كانت بتساعدني. قلت لها انت ايه اللي جابك هنا ومين معاكي؟ قالت لي ما تقلقش انا لوحدي. قلت لها عرفتي مكاني ازاي اصلا؟ قالت لي العجينه اللي كنت عاملاها لك من ورق الشجر وكنت بعالجك بيها وبحطها على جسمك وعلى وشك كان فيها قطعه GPS. قلت لها جسمي انا، وفعلا فكيت مكان الجرح لقيت قطعه معدنيه صغيره موجوده جوه العجينه. قلت لها ايه ده؟ جبتوها منين دي وانتوا في الصحراء؟ قالت لي دي بيستخدمها شيخ القبيله في تعقب اي حد عايز يتاجر في اعضائه لما الاقيه مناسب للطلب. قلت لها طيب انت عايزه ايه مني دلوقتي؟ قالت لي شفت في عينك جحود وطيبه في نفس الوقت. قلت لها بس انا مش ناقص حوارات ولا عايز فوازير، قولي لي جيت ليه وخلاصي. قالت لي انا هنا عشان اساعدك انك تخلصها. قلت لها خلص ايه؟ قالت لي الحوارات. قلت لها تخلصيها انت؟ انت يا دوبك تربي معزه او تعملي خلطه زي اللي عملتيها. قالت لي لا انا اخري بعيد عليك. قلت لها بتتكلمي عدل ودغري، انا بدات اتخانق، انت لسه ما تعرفيش انا مين. قالت لي فعلا انا ما اعرفش انت مين لكن برضه ما تعرفش انا مين. قلت لها عرفيني بنفسك وسمعيني الهري. قالت لي انا اسمي ريفن. قلت لها ريفن يعني الغراب الاسود، وايه اللي جابك الصحراء؟ كملي. قالت لي انا كنت هاكر وكنت شغاله مع مايكروسوفت وكنا بنعمل فيروسات وبننشرها وفي نفس الوقت كنا بنعمل ليها انتي فيروس وبنبيعه. ساعتها انتبهت لكلامها وقطعتها وقلت لها هاكر مره واحده؟ والله شاطره، بس ايه اللي جابك الصحراء؟ قالت لي انا هربت منهم لاني كنت مسؤول عن التيم اللي بيعمل فيروسات ولكن كانوا عايزين حاجات اكبر. قلت لها حاجات اكبر زي ايه؟ قالت لي كانوا عايزين يعملوا بورد جديده عليها فيروس بمجرد ما يوصل لها الطاقه نقدر نسحب منها كل البيانات. قلت لها وانت بقى بتحبي الخير فرفضتي. قالت لي لا خالص. امال ايه اللي حصل؟ ما تحكي. قالت لي طلبت منهم مبلغ كبير مقابل انا والتيم بتاعي نعمل البورد دي لكن رفضوا وهددوني وقالوا لي عن طريق الكاميرات مسجلين الحديث بتاعنا انا والتيم بتاعي واللي بنقول فيه ان احنا نعمل فيروسات هننشرها على البورد كلها وبكده نقدر نسرق كل بيانات العملاء. قلت لها وانت خايفه من ايه؟ بالعكس دي الشركه هي اللي تدان، مش الميتنج ده كان في الشركه؟ قالت لي للاسف الاجتماع ده الوحيد اللي كان في بيتي، مسجلين كل حاجه بالصوت والصوره عن طريق الموبايلات بتاعتنا بعد ما عملوا لها هاك. قلت لها طب كملي ايه اللي حصل تاني؟ وفي يوم اخدت من كل الداتا كوبي واتخلصت من الهارد وبمجرد انهم عرفوا حد اتهاجم عليا في بيتي وكان عايز يقتلني وعرفت ان هم اللي عملوا كده وساعتها هربت وقابلت شيخ القبيله واتعرفت عليه بالصدفه واواني في مقابل ان اوفر له شرايح GPS واستخبيت في شكل بدويه وعايش معاهم بقالي 3 سنين. ولما لقيتك لابس سلسله فيها GPS وثلاثه بيطاردوك قلت لا اكيد وراك حاجه مهمه. قلت لها حتى لو جيتي لي ليه؟ قالت لي عايز اعرف انت مين وايه وراك. قلت لها انا مين سهله، انا ملك الخوف. لقيت وشها احمر وقالت لي هو انت ملك الخوف؟ قلت لها انا تعرفيني؟ قالت لي لا ما اعرفكش وكانت بتحاول تهرب وتجري من الباب. لحقتها قلت لها انطقي تعرفيني منين؟ قولي. قالت لي انت من الهاكر الاسود واسمك موجود في شركه مايكروسوفت. انا لازم امشي، اللي رفع عنك انك مش هاكر وبس، قتال قتله كمان. انا لو اعرف انك ملك الخوف ما كنتش عتبت هنا. قلت لها اهدي عشان محتاجك. قالت لي سيبني بالله عليك انا مش هربانه من الموت عشان ارجع له معاك تاني. قلت لها ما تسمعي الكلام بقى. مسكت دراعها ولفيته وبقت تصوت. بقيت اقول لها وطي صوتك وبرضه بقت تصوت. اديتها على دماغها جامد واغمى عليها ونقلتها لمكان تاني ولما صحيت لقيت نفسها مربوطه في الكرسي. قالت لي بعد عني، عايز مني ايه؟ قلت لها عاوز منك ايه بس غير كل خير؟ لو عايزه تصوتي احنا في الخاله. قالت لي سيبني انت عايز مني ايه؟ قلت لها حلو، عايز اكتشاف جديد اقدر ابيعه ومن فلوسه اقف على رجليا تاني واواجه اعدائي. قالت لي واجيبه لك منين ده؟ قلت لها يعني شغاله في شركه مايكروسوفت بجلاله قدرها ومفيش اكتشاف نسرقه؟ ما تخلصي ولا عايزاني اخلص عليكي؟ قالت لي لا فيه بس هتجيبه ازاي؟ قلت لها عيب عليكي انا ملك الخوف، قولي لي بس هو عباره عن ايه؟ قالت لي ده جهاز بيتحط ما بين الحواجب بيكون نفس لون الجسم وما بيبانش انه موجود ومن خلاله تقدر تقرا بيانات اي حد قدامك وكانوا هيخلصوه في خلال 3 سنين وانا بقالي 3 سنين هربانه يعني زمانه خلص. قلت لها مش فاهم، ما تفهميني اكتر. قالت لي دي شريحه قرايه بيانات واسمها شريحه المعرفه او نولج تشيب ودي كانت هتكون للاف في اي مش للعامه. قلت لها واحنا في شيكاغو؟ احنا في مصر، هجيبها منين؟ وعرفت بيها ازاي اصلا؟ قالت لي عرفت منين؟ انا ريفن يهاني، ريفن وما تستهونش بيا وطبعا مش موجوده في مصر، بتتعمل في دبي. حلو الكلام، همشي على دماغك. هجيبها ازاي من دبي؟ قالت لي سهله طبعا. قلت لها سهله؟ قولي انا ابغى. قالت لي ممكن تخطف المسؤول عن المطورين البروجكت ده في مصر وتخليه يطلب ان الشريحه تيجي مصر عشان يشتغل عليها وساعتها تقدر تسرقها، بس اتاكد انهم مش هيسيبوك خالص، انت بتتعامل وبتقف ضد مؤسسه كبيره. قلت لها ما تقلقيش انا عارف يعني ايه كويس، انا مؤسسه، بدها مؤسسه
اسمه ايه الواد اللي اخطفه عشان يجيب لي الشريحه؟ قالت لي اسمه محمد فيلو. قلت لها اديني بياناته، وفعلا اخدت بياناته ورحت له عند البيت، وطلعت خبطت على الشقه وفتح لي. قال لي اؤمر، حضرتك عايز مين؟ قلت له عايزك انت وكراميلا، ورشيت على وش بنج وشلته على كتفي ونزلت بيه جري على السلم، وقابلني البواب تحت العماره. قال لي انت مين؟ وماله استاذ محمد؟ قلت له انا صاحبه، وطلعت لقيته مغمى عليه. عربيته فين؟ انا معايا الميداليه بتاعته. قال لي هناك اهي. وفعلا رحت على العربيه ودخلت فيها، ولسه بدور على العربيه لقيت البواب ركب. قلت له انت جاي ليه؟ قال لي انا هاجي معاك، مش هسيب الاستاذ محمد لوحده. قلت له لا ما ينفعش، انزل انت، ولو في حاجه هرجع لك تاني. قال لي لا يمكن، ما ينفعش اسيب الاستاذ. قلت له يا عم قلت لك ما تقلقش، ما تنزل بقى. قال لي لا يا بيه، ده خيره عليا، لحم اكتفي من خيره، مش هسيبه. قلت له انت حر، وجه معايا، ما كنتش عارف اتخلص منه ازاي. وبعد ما مشينا شويه قال لي يا بيه المستشفى هنا، انت رايح فين؟ قلت له اصل انا اوديه القصر العيني. قال لي قصر عيني؟ ليه يا بيه؟ قلت له مش عايز زن بقى عشان بتضايق وبزهق. قال لي انت مين؟ انت شكلك غريب عليا، الاستاذ محمد فيلو ما كانش بيجي له حد، انا بدات اشك فيك. وانا بسوق لفيت وضربت طلقه في بطني وبقى يصوت. قلت له ها، مش قلت لك مش عايز زن؟ اديك هتموت. وبدا صوته يقل. دخلت الشارع جانبي ورميته على الرصيف وكملت المكاني. وهناك محمد فيلو فاق، لقى نفسه قاعد جنب زميلته. قال لها ايه ده؟ ايه انت خطفاني؟ قلت له الاستاذ اتعمى، مش شايف انها مربوطه زيه؟ قالت لي غالبا من الخضه مش مركز. محمد فيلو قال هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ قلت له حلو، جينا للمفيد. انا اقول لك ايه اللي بيحصل. انا عايز منك النولج تشيب، المشروع الجديد بتاعكم. بص الريفن وقال لها انت ازاي تطلعي مع الواد دي بره؟ ما انت كنت هربانه ومستريحين منك. انت عارفه انت بتعملي ايه؟ المؤسسه كبيره. قالت له ضغط عليا وكان هيموتني. قال لي يلا فكني يا بابا، انت مش قد الناس دي. قلت له بابا. طلعت من جنب سكينه وقطعت لسانه. ريفي كان بيصوت وهو كان بيصوت وبيعافر، لكن قطعته له وبقى ينزف جامد. قلت له دلوقتي هتكتب وهقطع لك ايدك كمان. محمد فيلو بقى مذهول مش مصدق. فكيت ايده اليمين واديته قلم ورقه. اول ما فكيت ايده حط ايده على بقه، كان عايز يوقف النزيف. قلت له يا عم شويه بن والدنيا هتروق، هيسد النزيف، اصبر. وجبت له شويه بن ورميتهم في بقه. قلت له شفت بقى انا حنين ازاي؟ ابعت يلا ميل الشركه. ومن الخوف ريفن كانت ميته من العياط، وكتب لي كلمه حاضر. قلت له على فكره خطك وحش محتاج يتحسن، استنى اجيب لك اللابتوب. وجبت له اللابتوب وبعت ميل الشركه وقال لهم احنا محتاجين الشريحه عشان نطور فيها. وافقوا وقالوا لي في خلال 3 ايام النولج تشيب هيكون في القاهره. ساعتها بص لي وكان بيعيط من قهرته. قلت لهم كده هتشرفوني 3 ايام لغايه ما الشريحه ما تيجي. ولازم تقول لي بتشتغل ازاي يا بوب؟ كان بيتكلم زي الاخرس وما كنتش فاهم منه حاجه، لكن كنت شايف في عينه خوف. وبعد 3 ايام خليته يبعت ميل للامن ان يستلم الشريحه نيابه عنه. وفعلا الامن اول ما استلمها رد على الميل وقال له ضن. وهنا محمد فيلو عمل لي تفويض بالاي دي السري بتاعه ان استلم الشريحه منهم، وحصل وجبتها. اول ما رحت لهم ريفن قالت لي هنا عشان تجربها حطها ما بين حواجبك. وببص لقيت فعلا بيانات كل حاجه قدامي. استغربت جدا وما كنتش متخيل كده. وهنا اتبسطت قوي لان عرفت قيمه الحاجه اللي معايا. وقلت لريفن هفرم عليكي، كان الفكره هايله. وسمعت صوت ضرب نار. قلت ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ لقيت ريفن عماله تضحك. بسرعه خبيت الشريحه ورحت عند الباب، ولقيت صوت ضرب النار وقف لمده دقيقه. حضرت السلاح وقلت افتح الباب اشوف مين. لسه بفتح الباب لقيت حد ضرب باب بالرجل. وقعت على الارض، قمت بسرعه ببص لقيته مستر هيل. قلت له لا عاش، انا اتاكدت انك من البشر اللي يقدر يعافر عشان يعيش. لا وكمان ايه؟ وكمان بيرازي فيا. اخيرا لقيتك واحترت عليك. بصيت لريفن وقلت لها الله، انا شامم حاجه غريبه، يا ريت ما يكونش اللي في بالي. لقيت ريفن بتقول هو اللي في بالك، وما لحقتش تكمل كلمه بالك، خدت طلقه في راسها مني. ولقيت هيل حط المسدس على راسي وقال لي هموتك. قلت له تموتني ازاي بس؟ انت مش عايز الشريحه؟ هي فين؟ قلت له ما انا هقول لك، بس تقول لي اتفقت مع ريفن ازاي؟ مش حوارك. اخرس ما تضيعش وقتي، اصل انا مهم قوي. انا كنت محتاج الشريحه دي اصلا من زمان، ولما قلبتني بالعربيه جد ساعدتني وعرفت قصتها، وقلت لها تعمل معاك ايه عشان اوصلك، وانك تجيب المدير بتاعها ويجيب الشريحه. كل ده من افكاري عشان في الاخر اخد الشريحه واديها مصلحه من البيعه. قلت له تفتكر اسيب لك الشريحه بالسهل؟ انا عايز فلوس يا هيل، على جثتي انا عايز فلوس. واحمد ربنا ان عفيت عنك دلوقتي ومش هموتك. انت اضعف من اي وقت شفته قبل كده. برافو، انت شايف كده؟ لقيت سولو جه وقال انا شايف كده يا ملك، انا شايف كده. ولقيت امجد جه ورا سولو بيقول لي قول عن نفسك يا رحمن الرحيم. فين يا هاني؟ ما انا قلت لك قتلتها، كان دمها تقيل، كان بتعترض في اوقات ما ينفعش حد يعترض فيها. قال لي انت بتقول ايه؟ قلت له ولا ما تكترش، انا اصلا بكلمك ليه؟ انت مالكش لازمه. وكان عايز يتهجم عليا. وقفت مكاني، وشه كان لازق في وشه، ما قدرش يعمل حاجه. خاف يهاجمني. قلت له انت جاع اخرك كده يا امجد، تتكلم بس. فين الشريحه؟ انا عارف انها هنا، دور عليها.
ولو لقيتها هديك جايزه. بصوا لبعض ولقيت ضرب في كل حته في جسمي، وكتفوني بقى كهربوني. قلت لهم عارفين العذاب اللي انا فيه دلوقتي بيبسطني قوي. وكانوا كلهم هيتجننوا مني، وكل همهم الشريحه وبس. قلت لهم انا عايز فلوس واقول لكم الشريحه فين، غير كده يبقى انتوا بتهروا على الفاضي. سولو بص لي وقال لي طيب انا عندي ليك مصلحه وتقول لنا الشريحه فين. امجد قال له ما يستاهلش، احنا نخلص عليه وخلاص. اسكت يا امجد عشان نخلص. بص، في شركه بترول اتسرق منهم قبل كده 20 مليون دولار، لو قدرت توقف الهجمات دي هيدوك فلوس كتيره، ده غير طبعا اللي هتسرقوا منهم. حلو، انا موافق على الديل ده. استنى بس، هتسلمنا الشريحه امتى طيب؟ بعد ما اخلص مصلحتي. لا احنا عايزين الشريحه دلوقتي. قلت لهم احنا مخونين بعض، يبقى نستنى شويه اعمل مصلحتي وخدوا الشريحه. وفعلا رحت الشركه تاني يوم الصبح انا وسولو، كانت على الساعه 9، وامجد وهيل كانوا مستنيين في العربيه، ما كانوش بيفرقوني خالص. ونزلت لهم اقوى فاير وول اسمه كريو، وده روسي وفي منه هاردوير وسوفت وير، وده قوي جدا في حمايه البورتات والسيرفرات والشبكه كمان. وكمان في في بي ان سايت تو سايت وفي بي ان كلاينت، ده غير مزايا تانيه ملهاش عدد. وبسطوا مني قوي، وانا كمان اتبسطت بالفلوس بتاعتهم. قدرت وانا قاعد اشتري 30 بيتكوين من الدارك ويب، وطبعا هم مش فاهمين اي حاجه. ها كده مرضي تمام كده طيبه. عارف يا سولو ان الشريحه اللي معايا دي تساوي مليارات، مش ملايين اللي ضحكت عليا بيهم. وعارف برضو انا ممكن اديها لك انت، لكن هيل لا. ما انا هديها لهيل. هتفضل تابع لحد امتى؟ انا مش تابع لحد، انا ليا وزني، وزنك ده عند البقال مش عندي. حاول يا ابني تعمل لنفسك اسم. اخلص يعني ويلا عشان نمشي. هنمشي، هنروح فين يعني؟ عارف يا سولو دايما بشوفك ذكي، لكن مع هيل بتبقى حاجتين، جبان وغبي. هاني ما اسمحلكش، انا بس بديك قيمتك. انت عايز مني ايه؟ عايزك معايا عشان تكسب. هاني انت خاين، ممكن تبقيني في اقرب محطه، لا وحياتك في اقرب خطوه، عشان انت ولاك مش ليا. لكن لو حسيت انك معايا وفي ظهري هتبقى حاجه كبيره. في الوقت ده سولو كان مركز معايا قوي وكان بيفكر في كلامي. انت عايز ايه دلوقتي؟ برضه ما فهمتكش. اتاخرتوا ليه؟ الساعه 4، احنا بقالنا 6 ساعات مستنيين. الصبر، احنا بنعمل شغل الشركه مش سلق بيض. هو نبرة صوتك مش عجباني يا سولو. طيب الناس معانا دلوقتي، سلام. وفعلا قفل. وهنا بصيت له قلت له شكلك هتاخد بكلامي. بصراحه مش عارف، انت ياما وديت هيل ووديتني في داهيه. بصراحه انا خايف منك، غبي. اوعى تخاف من حد قوي بيحتويك، خاف من حد قوي بيؤمر فيك. طب قول لي كده مع هيل انت زدت ايه؟ بقيت ايه؟ انت تابع وهتفضل تابع. طب طيب ايه المطلوب دلوقتي؟ هتكون معايا في جبهتي ضد هيل وهتقول لي كل خطواته. سهله. طب والمقابل؟ ما انا قلت لك هتكون حاجه في وقت قريب. سمعت عن مثل بيقول من جاور السعيد يسعد، وانا يا سولو هكون السعيد. وهتعملها ازاي دي؟ عن طريق هيل. هنستخدم برنامج صغير اسمه هاك كود. ايه البرنامج ده؟ انا اول مره اسمع عنه. قلت له يبقى انت غشيم. انا اقول لك بيعمل ايه. قول لي بيعمل ايه. ده فيه امكانيات اختراق قويه وادوات كتير قوي للهاك، ومميز قوي في اختراق جوجل كروم والسيكوال والدي ان اس والار اس اس، وبسيط قوي وسريع. اسهل برنامج يخليك تخترق تليفونات تانية، وده احسن برنامج للي بيستخدم الهاك لاول مره، للمبتدئين يعني. بس دي مش اول مره لينا، احنا قدام في المجال، بس هيوفي بالغرض. احنا كل اللي محتاجينه نعمل هاك لتليفون هيل، وكل اللي عايزين نعرفه بيفكر ازاي ونبوظ له اي حاجه بيفكر فيها. ماشي انا موافق، عايز اكون على علم بكل حاجه يا سولو، كل حاجه. حاضر عيني. وفعلا عدى يوم وسولو عمل هاك على هيل، وانا عملت هاك على سولو. هتقولوا عليا خاين؟ خاين. مجال الهاك ما فيهوش صحاب. كل ده عشان تعرف انت في انهي نقطه في الدايره. وطبعا لان اي هاكر بيفكر زيي قلت احمي نفسي ونزلت برنامج درويد شيب. وطبعا ما ننساش الفئه الثانيه درويد شيب جارد ببلاش. ثانيا جدار امان وحمايه لاي موبايل، من اقوى برامج الديفنس والحمايه. وبعد يوم لقيت سولو اتصل بيا. خير؟ قول لي في ايه؟ الو، عايزك في اخبار هتعجبك. هيل اللي بيعمل صفقه على الدارك ويب. طب ابعت لي التفاصيل. ودخلت على موبايل هيل لقيته داخل على الدارك ويب على موقع اسمه سيلك رود، وده معناه الطريق الحرير. وده موقع اتقفل كذا مره من الاي في اي لانه موقع خطير جدا، بيتباع فيه لوحات اثريه مسروقه، مخدرات، سلاح، اعضاء بشريه. بس ثواني، وهيل اللي داخل يعمل ايه على الموقع ده؟ ولقيت سولو بعت لي رساله بيقول لي خلي بالك هيل هيكلمك عشان تسلمه الشريحه. قلت له تمام. وفعلا هيل اتصل بعدها ب5 دقايق وما ردتش طبعا لان عايز املص منه مش عارف ازاي. ولقيته بعت لي رساله بيقول لي مفيش مفر، انا وفيت بوعدي معاك وسلمتك الفلوس. عايز الشريحه؟ لو محتاج الشريحه لازم تجي لي على القطاميه على العنوان اللي ابعته لك. وبعد رسالتي لقيته بيتصل بيا تاني. قلت ما بديهاش بقى، لازم اكسر هيل، اكسره خالص. ايوه يا هيل، هتيجي لوحدك على العنوان اللي بعته لك. لوحدي ليه؟ ايه لسه بتخاف ولا ايه؟ مش انا اللي خاف. عايز اشوف مش انت ازاي.
يلا مستنيك يا بطل. وفعلا بعد ساعه لقيته جه. قلت له تشرب ايه؟ عندي عصير. انا مش جاي ضايف، احنا جايين نتكلم. لا بقى يا هل، يبقى انت متعرفنيش. انا كريم قوي، مش هنتكلم الا ما نشرب العصير. ولا انت مخوني؟ هات العصير. وجبت له كوبايه عصير وجبت لي كوبايه. وبعد 5 دقايق كان بيبص على كوبايتي. قلت له عشان ما تخونيش هات كوبايتك وخد كوبايتي. قال لي قديمه، هشرب كوبايتي. وشربنا العصير. وقلت له الشريحه هنا، اوريك ازاي كمان يا عم بتشتغل. وفعلا وريته ازاي بتشتغل، وكان مبسوط جدا بالتقنيات الحديثه اللي فيها. قال لي دي تجيب مليارات. قلت له فعلا كلامك صح، بس المليارات دي ليا، هتكون ليا. قال لي انت بتقول ايه؟ انا لازم امشي حالا، عايز امشي. لا مش هتمشي، انا عايزك. هات الشريحه، هات الشريحه بقول لك. وكان دايخ قوي. كنت واثق انك هتخوني، عشان كده حطيت منوم في الكوبايه بتاعتك مش في بتاعتي انا. قول لي بقى، حاسس بايه؟ بدوخه صح؟ ما تفكك بقى من شغل هيل وتشيل القناع ده. عايزه ترجعي بنت زي ما كنتي، ما بقاش عندها جهد انها تصدني. وحصل اغتصاب مني لمستر هيل. وطبعا عشان افكر الناس ان مستر هيل اصلا كانت بنت، والصوت اللي بتتكلم بيه ده جهاز جوه الماسك هو اللي بيخلي صوتها عامل كده، والسبب انها تتحول بالطريقه دي قلت في الاجزاء اللي فاتت. المهم كلمت سولو وقلت له تعالى استلم الهانم. هانم مين؟ وقفلت في وشه وبعت له اللوكيشن، وفعلا جه. ايه ده؟ ايه اللي عامله كده ليه؟ انت عملت فيها ايه؟ كنت لازم اكسرها، كنت لازم انهيها. انهي اسطوره هيل. انت اتجننت؟ انت عملت ايه؟ انا عملت الصح وسبت ونزلت، وببص لقيت سولو كان بيفوق فيها وكان مخضوض قوي وكان بيبص لي وخايف مني جدا. ونزلت وانا مبسوط عشان كسرت اكبر عدو ليا. وركبت العربيه وانا ماشي سمعت صوت ضرب نار، ببص في المرايه لقيت سولو. وقفت ونزلت جري رحت لعربيته. انت خطر على اي حد يقرب منك. ما تنشف يا سولو، لحد امتى هتبقى طري؟ يلا انا عايز اعمل منك راجل وانت مصمم تكون نايم. انشف كده، الدنيا لسه فيها كتير. لا انا لازم اخلص عليك حالا عشان انت شر على اي حد يقرب منك. انت صح، يلا ضربني هنا طلقه وشاف غليلك. انا ما بخافش. وسمعنا صوت عربيه جايه ولقيت امجد نازل منها ورافع سلاح. قلت له اتاخرت ليه يا غبي؟ اسف يا ملك. ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو في ايه؟ امجد معايا وفي ظهري، واتفقنا نكون مع بعض من فتره زي ما اتفقت معاك بالظبط. بس امجد بيسمع الكلام وعارف مصلحته فين. حتى بص امجد خلص على سولو. تحت امرك يا ملك. امجد انت هتعمل ايه يا امجد؟ هنفذ امر الملك. وفعلا ضربه طلقه ووقع في الارض وكان بينزل. قلت له عاش يا امجد، تعبتك معايا يا حبيبي. يلا اتكل على الله انت دلوقتي. طب بقول لك ايه يا ملك، انا كنت عايز الشريحه اخلص مع ناس دلوقتي. خلص مع ناس ايه؟ هو سلق بيض؟ اهدى يا حبيبي، الحاجات دي عايزه روقان. اهدى امشي دلوقتي بقول لك. تحت امرك يا ملك. قلت له صح نسيت اقول لك، عدي على هيل هات منها ماسك بتاعها. قال لي ما كفايه مالك اللي حصل على قد كده. قلت له انت غلط، لما تحب تكسر حد اكسره خالص، اكسره كسره ما يقومش منها. سمعتني يا امجد ولا العيد ازيده؟ تحت امرك يا ملك. وببص على سولو لقيته بينزف بس كان لسه بيتنفس. قعدت جنبه وقلت له هسيبك تتعذب، مش هموتك يا سولو، مش هموتك. مشيت وانا بفكر في الخطوه الجايه اللي هي طبعا ان ابيع الشريحه. ودخلت على الدارك ويب واتفقت مع شخص ان اقابله عشان ابيع الشريحه. قال لي هنتقابل في سيوه. قلت له موافق، واخد فلوسي بيتكوين. وفعلا اتفقنا نروح على سيوه بعد 4 ايام وهنتقابل عند معبد عبيده. وفعلا اتقابلنا على الساعه 3 الفجر. لقيت 4 جايين لي، لقيت بنت و3 رجاله بس ملامحهم ما كانتش باينه. لما ركزت لقيت هيل وامجد وسولو. قلت ايه ده؟ ازاي؟ ايه اللي بيحصل يا امجد؟ انت معاهم عليهم وازاي سولو عايش اصلا؟ قال لي انت فعلا خاين وصعب حد يعمل لك. اوعى تفتكر اني اموت كده بالساهل. الطلقه في شنك والدم في شنك، واللي خلاه يعمل كده اني قلت له انك اتفقت معايا زي ما اتفقت معاه. يعني انت خاين يا هاني. قلت له بس يا بابا، وبصيت لهيل. الحمد لله على السلامه يا قمر، يا رب تكوني بخير دلوقتي وتكوني قادره تواجهيني. بصت الارض وقالت لي مش هيل اللي تتكسر. قلت لها ايه ده فين الماسك؟ ايه يا امجد انت سمعت كلامي شلت الماسك منها ولا ايه؟ ولقيت الرابع اللي معاهم واقف لسه في الضلمه ما ظهرش. مش تقول لي بقى يا امجد مين الرابع اللي معاكوا ده؟ ومكسوف يطلع يشوفني. لقيته طلع من الضلمه وقال لي انا ظابط محمد. قلت لهم الله، الحبايب كلهم هنا. انتوا فاكريني غبي للدرجه دي؟ هاجي استلم مليارات ومش هامن نفسي؟ تقصد ايه؟ معنى كلامك ايه؟ وصلوا امجد كانوا مرتبكين خالص. اول ما عملت الاشاره بتاعتي النور ظهر في كل حته. هو ايه ده؟ ايه النور ده كله؟ قلت له النور ده كله جاي من عربيات البدو، قصدهم رجاله ودايما في ظهري، وبصراحه ناس يعتمد عليهم. اوعى يالا انت وهو تكون فاكرني بايع الشريحه في الصحراء كده ومش هامن نفسي.
تبقى غشيم. ولقيت الظابط محمد رفع سلاحه وقال ما حدش يتحرك. قلت له صح، ما حدش يتحرك. وفي نفس اللحظه دخل ناس من بدو وكان معاهم سلاح تقيل، وقال له الظابط محمد سلمنا سلاحك. وكان مستغرب جدا وفعلا اداهم سلاحه. قلت لهم فوقوا كلكم، انا ملك الخوف، ما بعملش حاجه عشوائي، بكون متكتك قبليها عشان انا مش سهل. دلوقتي انا هلعب لعبه، هموت حد منكم. ده طبعا على اساس طلب من هيل، هي اللي هتقول لي اموت مين. انا بتبص لي وكانت متغاظه جدا، لكن ما باليد حيله. قلت لها يلا اختاري حد من الثلاثه عشان اموته. عد لغايه 3 وتقول لي الاسم، يا اما اموت انا 2. قلت 1. قالت هاني كفايه بقى انا تعبت. 2. قالت لي بقول لك كفايه بقى كفايه. لسه هقول 3 لقيتها بتقول لي ظابط محمد، وبسرعه ضربت طلقه في بطنه واكدت عليه 5 في الدم. قلت لها يا سلام. دلوقتي رجعنا للعيله، لعيله الهاكر اللي كل واحد فينا يتقل دهب فيها. امجد قال لي ما تموتنيش، ما تموتنيش يا هاني، انا هكون خدامك، بس سيبني حي. وهي اللي ما كانتش بتتكلم. قلت لها طبعا، وانت متي قبل كده، متي اخر مره لما كنت معاكي. قلت للبدو اللي معايا هاتوا حبال وكتفهم كلهم وهاتوا لي موس، وكلهم كانوا بيصوتوا خايفين. مسكت الموس وبيتقطع في ايديهم من جوه من بره، من جوه من بره. ايديهم ما كانتش نافعه وكلهم كانوا بيعافروا، لكن ما فيش امل. وقلت لابو حمزه هات لي التحبيشه يا ابو حمزه، التحبيشه بتاعتي. وجاب لي جردل توم مخلوط بشطه. مسكت ايد كل واحد فيهم وحطيتها في الجردل. بقى يصوتوا وانا بقيت فرحان. قلت لهم انا الوحيد اللي هكون هاكر اللي فيكم. ايديكم اللي تكتبي بيها على الكيبورد انسوها خلاص، انا مش هخليكم تكتبوا تاني على اي كيبورد، هنسيكم الهاكر، انا بس اللي هكون هاكر. وقلت عليها العذاب، هناخد منهم حقي دلوقتي. امجد انت خنتني. وامجد من كتر الالم والصوات ما كانش سامعني. بصيت لابو حمزه وقلت له يا ابو حمزه انا زعلان منك، ما جبتش الحقنه ليه يا اخي؟ قال لي حالا يا ملك. وراح جاب لي الحقنه وكان فيها سيانيد، ودي ماده قاتله مرتبطه بالحديد في الدم، والماده دي بتمنع حمل الاكسجين للخلايا، وبكده الشخص اللي بياخدها بيموت على طول. وحقنت امجد بيها في عرق في رقبته. وبصيت لسولو كان عنده هستيرية خوف. قلت له هسيبك للاخر، انا رايح لهيل. لا يا مالك، هي اللي بتحبك. سكت وقلت له مهما تقول عشان تحميها برضه هقتلها. لا مش بحميها، هي بتحبك، افعالها بتقول كده، كانت ممكن تخلص منك بدل المره 1000، ما عملتش كده ليه؟ اسال نفسك. لقيت هي اللي بتقول لسولو اسكت. لا لازم يعرف، مش هسكت. وطلعت المسدس وضربت سولو 3 طلقات في بطنه. قلت له اسكت. وفضلت انا وهي. قلت لها بتحبيني ها؟ عشان كده كنت بتحاربيني، انا لازم اخلص عليكي. وطلبت من البدو انهم يحطوها على الاسفلت، وجبت بلدوزر بتاع اسفلت ودوست عليها بالبلدوزر وهرستها. وماتت هيل، ماتت الاسطوره، ومات الخوف فيا. الحب من غير اخلاص بيموت حتى لو احساسه كان حلو. الخوف بيبقى موجود جوه كل شخص، جوه كل قلب، بس في ناس بتوظفه صح وفي ناس بتستخدمه غلط. في ناس بتخاف من ربنا فبتصلي، في ناس بتخاف على اكل عيشها فبتعمل شغلها صح، في ناس بتخاف من اهلها فبتمشي صح. الخوف اللي مش موجود هتكون وحش صعب السيطره عليه. لازم الخوف يكون جواك والا هتكون شر بيأذي اي حد بيحبه او اي حد بيكرهه، وساعتها مش هيفرق. وبكده انتهت سلسله مستر هيل والخوف جوانا. يا رب تكون القصه عجبتكم، وطبعا القصه دي كلها من خيالي، واللي عرف الغلطه اللي موجوده في القصه يكتبها في كومنتين ورا بعض عشان اعرف ان ده الحل وتلفت نظري، واللي عرف الغلطه ليه هديه وهبله ان شاء الله. ولو في كذا حد قال نفس الحل اختار اكتر حد عمل شير. ويا ريت الناس كلها اللي عندي في القناه ما تنساش الشير مهم قوي بالنسبه لي، هو اللي هيخليني اكمل. وطبعا اللايك والكومنت مش هتكلم عنهم، دي حاجه اساسي. واحب اشكر زينه مجدي عشان عملت شير كتير قوي وطلبت اسمها يكون في القصه ريفن. وطبعا بشكر محمد فيلو على الشير كتير قوي اللي عمله. صح، تعالوا هنا، مفيش حد على الانستا ولا حد على الجروب في الفيسبوك ولا حد على الصفحه على الفيسبوك ولا في التليجرام ولا في التيك توك. الناس فين؟ انا عايز الاقي اشباح الخوف في كل حته، وانا واثق فيكم انكم هتقفوا جنبي. زي ما وصلت ل 100,000 بيكم هوصل ل1,000,000 بيكم. واستنوني القصه الجايه، هتكون دمار، هتكون عن الجن. اشباح الخوف اجدع ناس.